السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة 6 معايا النهاردة معركة حطين، وهي بقية الدرس اللي احنا خدناه بتاع الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي، وهنشوف مع بعض ايه اللي حصل في المعركة وكانت أسبابها ايه. معركة حطين ديت يا ولاد سنة 1187 ميلادية. التواريخ ديت بنحفظها كويس جدا عشان ممكن يقولي التاريخ دوت حصل فيه ايه. معركة حطين سنة 1187 ميلادية. طيب أسباب المعركة كانت إيه؟ طبعا احنا عارفين إن هما كان فيه هدنة بين الصليبيين وبين الدولة الأيوبية. قام بقى مين؟ الملك أرناط حاكم حصن الكرك التابع لمملكة بيت المقدس بانتهاك الهدنة دي، يعني هو اللي بدأ بانتهاك الهدنة. عمل إيه؟ شن هجوم على قافلة تجارية إسلامية كانت معدية وانتهك القافلة دي. طب ايه النتائج اللي ترتبت على الهجوم اللي هو عمله؟ طبعا سقوط العديد من الضحايا والأسرى، قطع الطريق على الحجاج المسلمين إلى الأراضي المقدسة. يعني دلوقتي سقط العديد من الضحايا، طبعا عارفين أي معركة بيبقى فيها سقوط في الضحايا، وطبعا الأضعف هو اللي بيحصل له يعني هو اللي بيحصل منه سقوط أسرى. كمان تاني حاجة قطع الطريق على الحجاج المسلمين إلى الأراضي المقدسة، قطع الطريق على الحجاج اللي رايحين الأراضي المقدسة. كمان أرسل بقى صلاح الدين يطلب منه الإفراج عن الأسرى اللي هو أخدهم ورد أموالهم، وكمان يرد لهم أموالهم، ولكنه طبعا رفض. فقرر صلاح الدين التصدي له ومحاربته. يعني دلوقتي هو بعت له وقال له انت سيب الضحايا اللي انت أخدتها أو الأسرى اللي انت حابسهم عندك، واديلهم أموالهم وفلوسهم زي ما كانت، والموضوع هينتهي، يعني مش هيبقى فيه معركة أصلا. فطبعا ما وافقش على الطلب دوت ورفض. فقرر طبعا صلاح الدين ان هو يتصداله وان هو يحاربه. طيب أحداث المعركة كانت ايه بقى؟ طبعا المعركة كانت يوم 4 يوليو 1187، يعني يوم 4 يوليو 1187. قاد المعركة دي مين؟ صلاح الدين الأيوبي. وبتعد ديت من أشهر المعارك في التاريخ اللي هي معركة حطين. دي أشهر المعارك اللي قادها صلاح الدين. أثبتت المعركة ذكاء وقدرة صلاح الدين الأيوبي في الحروب. زي ايه؟ زي ان هو عسكر صلاح الدين بجيشه عند نبع المياه، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل، او زي ما كانوا الخلفاء بيخططوا ان هم يستقروا عند ابار المياه، لان هي طبعا المصدر اللي هيعينهم ان هم يكملوا في الحرب، لان هيبقى فيه عطش، هيبقى فيه تدهور مثلا لحالتهم او كده، فهيحتاجوا ان هو يبقى فيه مية معاهم، يبقى عسكروا عند نبع من المياه. طب ايه النتائج اللي ترتبت على ان هم اتوجدوا عند مكان فيه مية او عند نبع المية ده؟ اجبر طبعا الصليبيين على النزول للاشتباك مع جيش المسلمين. اجبروهم ان هم كده هينزلوا يشتبكوا معاهم، يعني يعملوا خلاف معاهم، ولم يقدروا على بلوغ الماء الذي كان وراء المسلمين. مش هيقدروا ان هم ياخدوا المية اللي كانوا المسلمين واقفين عندها ومنعينهم منها. كمان كانوا بيعانوا كتير من شدة العطش والحر. فطبعا ده ساعد المصريين او المسلمين على ايه؟ الانتصار في المعركة عليهم. يبقى كده هم انتصروا عليهم لان هم خططوا كويس للمكان اللي هم كانوا واقفين فيه، اللي هو نبع المية اللي كانوا واقفين بجواره، وطبعا منعين الصليبيين ان هم ياخدوا اي مياه من المكان. طيب نتائج المعركة كانت ايه؟ كده عرفنا أحداث المعركة. كانت يوم 4 يوليو 1187، وكان قائد المعركة صلاح الدين الأيوبي، ودي بتعد من أشهر المعارك في التاريخ الإسلامي كله. أثبت صلاح الدين معرفته وذكائه وقدرته الحربية. ليه؟ لأنه عسكر بجيشه عند نبع من المياه. طيب نتائج المعركة كانت ايه؟ اول حاجة اسفرت عن انتصار ساحق لصلاح الدين الايوبي، يعني انتصر انتصار ساحق، يعني ما كانش فيه عنده اي خسائر نهائي. تاني حاجة تدمير الجيش الصليبي، دمر الجيش الصليبي طبعا لان هم المعركة ارهقتهم كتير. كمان تساقطت حصون الصليبيين في ايدي المسلمين. اتساقطت الحصون بتاعتهم اللي هم كانوا عاملينها علشان يدافعوا بيها عن نفسهم، وان هم
يبقوا ملمين بكل اللي حواليهم، ويقدروا ان هم يضربوا اي حد من غير ما يجيلهم اي خسائر او اصابات. دي تساقطت كلها في ايدي المسلمين. كمان وصل جيش المسلمين الى ابواب مملكة بيت المقدس اللي اضطرت للاستسلام وقتها. يعني جيش المسلمين بعد ما خلص المعركة وسقطت طبعا حصون الصليبيين في ايديهم، واتدمر الجيش الصليبي، ما بقاش قادر يدافع عن نفسه، اتجهت المسلمين الى مين؟ ابواب بيت المقدس. علشان ايه؟ تضطر ان هم الصليبيين يستسلموا ويسلموا لهم بيت المقدس. طيب تعامل بقى صلاح الدين مع سكان بيت المقدس كان ايه يا ولاد؟ هل هو هدم كنائسهم؟ هل هو عفى عنهم؟ اول حاجة اظهر التسامح والعفو مع اهلها، يعني تسامح عن اي حد فيهم وعفى عنهم، ما بقاش بيأذي حد فيهم، مش هيقدر ان هو يأذي حد فيهم. آمن سكان المدينة على أرواحهم، يعني أمنهم على أرواحهم، مش هيأذي حد فيهم، مش هيتعدى على حد فيهم، وهيأمن لهم الحياة. وزع جنوده في شوارعها عشان يحافظوا على الأمن والنظام والأرواح، كمان علشان يحافظوا على نظام البلد وعلشان يحافظوا على أرواح الموجودين. وبكده نكون الجزئية دي خلصت، وهشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.